بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. سلام عليكم، إن شاء الله قاعد تكونوا بخير مهنيين وبأحسن الأحوال، ونرحب بجميع المشتركين الجدد والقدم اللي انضموا للقناة. اليوم بإذن الله وصفتنا كيكة الليمون بكريمة الليمون المنعشة. كيكة سهلة التحضير، اقتصادية، تجي مشربة وخفيفة، وعندها ذوق الليمون وحموضة الليمون. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. قبل ما نبدأ في التحضير الكيكة تاعنا، أول شيء يلزم نوجدوا المول اللي نطيبوا فيه. أنا استخدمت هذا المول العجيب، دهنته جيدا بالزبدة ورشيته جيدا بالفارينة باش ما يلصقليش. ونروحوا المقادير الكيكه تاعنا، راني كتبته لكم هنايا في الشاشه. وراح نكيل بالعلبه تاع الياغورت. هنا عندي 4 حبات بيض بحراره الغرفه، وعندي 2 علب تاع الياغورت بذوق الليمون، وعندي قشور الليمون او قشور حبه ليمون. وبعلبه تاع الياغورت كيلت 2 كيلات تاع السكر و2 كيلات تاع الزيت وعصير حبة ليمون. ونخلط جيدا هذه المكونات بالمضرب الكهربائي. بعد ما يتخلطوا جيدا المكونات، نضيف 4 كيلات تاع الفارينة، دايما كيلو بالعلبة تاع الياغورت. ونضيف كيس خميرة الحلويات تاع 10 غرامات. ونخلط المكونات تاعي غير بالمضرب اليدوي. بعد ما نتأكد ان الفارينة تاعي دخلت جيدا في الخليط، نحبس ونضيف 2 ملاعق تاع فيرميسال تاع الشوكولا. انا استخدمت الملعقة الكبيرة، وندخلها في الخليط تاعي غير بهذا المضرب اليدوي، يعني بدون ما نستخدم المضرب الكهربائي، حتى تدخل جيدا في الخليط تاعي. وهنا بعد ما دخلت جيدا الفيرميسال في الخليط تاعي، نفرخ العجينة تاعي في المول اللي راح ندخله للفرن. وجبت هنا عود خشبي ودرت هذه الحركة، وننفضه شوية باش يستوي السطح تاع العجينة تاعي، وندخلها في فرن في 180 درجة. كي تطيب جيدا من التحت نشعلها من الفوق حتى تدي اللون الذهبي. ونروحوا نوجدوا الشربات اللي نشربوا بها الكيكة تاعنا. هنا عندي كاس تاع السكر و2 كيسان تاع الماء، ونضيف لهم نصف حبة ليمون ولا عصير تاع الليمون، ونحط لهم شريحة تاع الليمون، ونخلطهم جيدا، ونحطهم فوق الفرن ولا فوق النار، ونحسب لهم 10 دقائق بعد الغليان، ونحيها ونخليها تبرد. وهنا بعد ما طابت الكيكة تاعي ودات اللون الذهبي من الأسفل وزدت حمرت من الفوق، نحيتها من الفرن وقلبتها، وهذا هو لونها. دوكا حنشربها بالسيرو اللي كنت حضرته وخليته يبرد. وهنا الشربة تاعي بعد ما بردت غير بالبانسو نشربها جيدا. بعد ما نشربها جيدا نخليها تبرد. وهنا نروح نوجدوا الكريمة اللي نحطوها فوق الكيكة تاعنا. والمقادير راني كتبتها لكم هنا في الشاشة. عندي نصف لتر حليب، عندي 4 ملاعق أكل فارينة و4 ملاعق أكل سكر، و100 غرام تاع شوكولا بيضاء، وحبة ليمون أو عصير الليمون. هنا في الكسرونة تاعي ندير كلش بارد في بارد غير الشوكولا. نحط 4 ملاعق تاع السكر و4 ملاعق تاع الفارينة، ونخلطهم جيدا بالفوي. ونضيف عصير تاع حبة ليمون، ونحطهم فوق الفرن حتى يتقالوا. نضيف لهم الشوكولا البيضاء اللي كنت قطعتها إلى قطع صغيرة. وهنا بعد ما طابت لي الكريمة تاعي دايما تحت نار هادية، ونقعدوا نخلطوا. نضيف الشوكولا تاعي اللي قلت لكم لازم نقطعوها إلى قطع صغيرة. هنا راني بدلت المضرب اليدوي لأن هذاك تاع السيليكون ما ساعدنيش. نخلط جيدا حتى تدخل جيدا هذيك الشوكولا وهي سخونة. بعد ما تذوب جيدا الشوكولا نفرغوها مباشرة فوق الكيكة تاعنا. وهنا الكيكة تاعنا تكون باردة وشربت جيدا الشربات اللي كنا درناه لها. نفرغوا هذه الكريمة وهي سخونة،
ونسوي جيدا السطح ونخليها تبرد ونزينها بشرائح الليمون، ودهنت الجوانب بشوية تاع المعجون ولا العسل ورشيت عليها هذيك الفيرميسال تاع الشوكولا. وهذا هو الشكل النهائي، وانتم عندكم الاختيار، كل واحد يزين بطريقته. وزينت هنا في الوسط بشرائح تاع الليمون وشوية لزاز تاع الليمون ولا قشور الليمون. وهذا هو الشكل النهائي تاعها. ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها، وصفة هايلة وسهلة وبزاف بنينة. وهنا كالعادة نحب بعد ما نكمل الكيكة تاعي نقطع لكم وتشوفوا كيفاه نتحصلوا عليها من الداخل. شوفوا شكلها ما شاء الله، شوفوا الفيرميسال تاع الشوكولا كيفاش يبان في العجينة تاعنا، كيفاش تجي الكريمة شادة روحها، وكيفاه راهي الكيكة تاعنا من الداخل تجي مشربة وبزاف خفيفة. ونستغلوا موسم الليمون، راهو ما شاء الله راهو بأثمان معقولة في الأسواق وبزاف شباب نحضروا به الكيكات والتحليات ونحتفظوا به لمدة أكثر من 6 شهور. أو في المجمد طريقة الاحتفاظ بالليمون وطريقة التجميد راني درتها لكم في القناة، إن شاء الله نخليها لكم في صندوق الوصف. وكذلك كنت حضرت معاكم كيكة البرتقال مع صوص البرتقال، إن شاء الله نخليه لكم كذلك في صندوق الوصف. نتمنى تجربوا الوصفات، نتلاقاو بإذن الله في وصفات واحد أخرين وأفكار جديدة. ما عليا غير نقولكم خليتكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.